آخر المستجدات. هناك فراق، هناك اعتقال، إيداع المسمات مدامهم بن شقرون، إيداع سجن أصيلة المحلي المخصص للنساء، وأيضا فصل المسطرة ديال الابن ديالها المسمى آدم الملقب إعلاميا بالملون، إحالته على السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة. وسوف نلتحق الآن من أجل حضور مجريات تقديم الاستنطاق في حقي أمام السيد وكيل الملك. أما بالنسبة لهذه المسمات بن شقرون أو مدام بن شقرون، فقد أصدر في حقها السيد الوكيل العام مشكورا بمحكمة السيناد بطنجة صك اتهام أحالها بمقتضى على السيد قاضي التحقيق هنا بالمحكمة السيناد بطنجة. وهذا الصك ديال الاتهام يعني اش غادي نقول لكم، حقيقة أثلج صدري، لأنه تضمن عدة مقتضيات من القانون الجنائي وكلها انصبت على الشكاية اللي قدمنا للسيد وكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء. السيد وكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء أقول المحكمة الجزرية مشكورة للأستاذ الزواكي. وأيضا الشكاية التي قدمناها بالأمس للسيد وكيل الملك هنا بابتدائية طنجة الأستاذ المحترم الأستاذ الماحي، والشكاية التي تقدمنا بها أمام السيد وكيل العام الوكيل العام الأستاذ المحترم الأستاذ تادي. إذن أسفرت التقديم والاستنطاق ديال أمام السيد وكيل الملك صباحة اليوم على الاتجار في البشر من خلال الاستغلال الجنسي للاتجار واستغلال دعارة الغير، الاستغلال عن طريق المواد الإباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي، والمرتكبة من قبل الأصول، بمعنى هي لأنها بالتالي تعتبر من الأصول في إطار عابر للحدود. أعيد دعارة الغير، استغلال عن طريق المواد الإباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي